سعيدة. اهلا يا راجية. اهلا يا راجية. ايه مالك فرحانة قوي كده ليه؟ عندي أخبار. خير؟ يوسف خطبني وأنا وافقت. يوسف؟ يوسف؟ أيوة، إنسان كويس قوي، متزن، شكله لطيف، ومستنيه مستقبل كويس قوي. ايوه بس بالسرعة دي؟ لا سرعة ولا حاجة، عجبني وعجبته. فيها إيه دي؟ والله مش عارف اقول لك ايه يا راجية. انا طبعا معودك انك تعتمدي على نفسك من صغرك، وانتي المفروض دماغك كبيرة وقضيتي لوحدك 4 سنين، يعني عارفة مصلحتك كويس. مالك يا استهانم؟ لا ابدا يا عم عبده، ما فيش حاجة، بس اسمع. نعم يا فندم. خلي الطباخ هو اللي يطبخ النهاردة، انا تعبانة شوية. حاضر يا فندم. حلو الفستان ده مش كده؟ حلوة قوي. انت رايحة له؟ أيوة. راجية. أفندم. انا عايزة اكلمك كلمتين. اتفضلي. يا راجية انت حاجة كبيرة قوي، متعلمة وجميلة وحلوة، والحمد لله عندك كل المميزات اللي يتمناها احسن راجل في الدنيا. ميرسي يا نعم. عشان كده عايزة اقولك على حاجة، بس اوعي تعتبريها تدخل لا سمح الله. عايزة تقولي لي إيه؟ انا بقى اصلي انا شايفة ان يوسف ده مش مناسب ليكي. أفندم. انت ممتازة يا راجية، ونادر قوي ان يكون فيه واحدة بالمواصفات الكويسة دي. صدقيني انت تستاهلي احسن من ده بكتير. أولا أنا ما باخدش رأي حد في الموضوع ده. ثانيا طول عمري بمشي بدماغي انا لا سمح الله ما بتدخلش في حياتك، انا بقولك رأيي عشان عايزاكي تاخدي بالك وتعيشي حياتك. ثالثا حتى أخويا ما جيتش أسأله وأقول له يوسف عايزني رأيك إيه. حتى ما قلتش ليوسف روح قول لأخويا، لأن المسألة دي تخصني أنا، مفاتيحها في إيدي أنا شخصيا، وما تخصش حد تاني بالمرة حتى أخويا. علشان كده أنا لما جيت بلغتكم يعني بديكم خبر مش أكتر ولا أقل. ايوه كل ده كويس، بس أخويا نفسه ما يملكش غير إنه يوافق. تقوم انتي جاية تكلميني في الموضوع ده؟ وإيه انتي بالذات بتتكلمي على المناسب واللي مش مناسب؟ يعني بتكلميني على مين يناسب مين ومين يليق مع مين؟ يا سلام، دي حاجة تضحك قوي. دي ما تضحكش، دي تجنن. مش كده بذمتك؟ جرى ايه يا راجية؟ ليه الكلام بالاسلوب ده؟ انا اولا واخيرا بدور على مصلحتك، وافتكر لما انسان يعزك ويقولك على رأيه ما يصحش ابدا تسخفيه او تسخفي كلامه، حتى لو قالك رأي مش عاجبك او مخالف رأيك يعني. يا سلام، في حاجة تانية؟ لا مفيش، وانت حرة. وانت مزعلة نفسك ليه؟ انا حاسة ان يوسف ده ما يناسبهاش ابدا، زائد يعني ان نظراته وتصرفاته كده بحس انها مش من انسان كويس. فعلا داخل فجأة ودخلته نفسها غريبة. انما هنعمل ايه؟ مش معقول اللي نحلله لنفسنا نحرمه على التانيين. مش معقول نطلب منها انها ما تتجوزوش. على كل حال ارجع واقولك هي حرة، كل واحد يتحمل نتيجة تفكيره وتصرفاته، ولا ايه؟ مظبوط. ما تشغليش بالك بالحكاية دي. مبروك يا راجل. مبروك يا يوسف. ميرسي قوي. مبروك يا راجل. ما مبروك يا كانش يوسف. ممكن ادخل هنا او اعتبها غير عشانك يا راجية. ميرسي يا عمي قوي. ما كتبتيش الكتاب بالمرة ليه يا بنتي؟ لسه بدري يا عمتي، انت دايما مستعجلة كده. بدري من عمرك، عايزين فرحتنا تكمل بقى. ان شاء الله، عن اذنكم. مبروك يا راجية. ميرسي يا نعمة. مبروك يا استاذ يوسف. ميرسي يا فندم. اتفضلي يا رجال. الله، ميرسي يا محمود، هدية حلوة قوي. اهلا يا فندم. سعيد يا عبد. سعيد مبارك يا يوسف بيه. راجع هاني موجودة؟ لا مش موجوده يا سعاده البيه. ومحمود بيه؟ محمود بيه جاي حالا. بس الهانم موجوده. ميرسي يا عم عبد. لو سمحت اشرب فنجان قهوة على ما راجع ما تيجي. حاضر يا سعاده البيه. مساء الخير. مساء الخير. اهلا يا استاذ يوسف. انا اسف جيت، كنت اصلي بحسب راجع هنا، اصلها كلمتني من شوية، زمانها جاية مش كده؟ مش عارفة والله. نعمت، ليه بتهربي مني؟ انت بتقول ايه؟ ايه اللي بتقوله ده؟ يعني ايه بهرب منك؟ انا قلبت الدنيا لحد ما عثرت عليكي. قلبت الدنيا عليا انا؟ عايز مني ايه؟ انا بقيت كويس قوي يا نعمت، كونت نفسي، البلية لعبت معايا، الحمد لله دلوقتي بقيت صاحب ألوفات. يا سيدي ربنا يزيدك، انا مالي انا؟ انت مالك ازاي؟ ده انا من ساعة اليوم اياه ضميري بيأنبني على اللي حصل. خلاص الحمد لله كل حاجة عدت وانتهت. ابدا،
لسه ما انتهتش يا نعمت. هي ايه دي اللي ما انتهتش؟ لا الحكايه اللي بيني وبينك. هو فيها ايه بيني وبينك؟ الله، حكايه لا، ايه؟ ليه بس بتتكلمي كده ليه؟ انت اللي غريب قوي يا يوسف. خلاص كل حاجه انتهت وراحت لحالها. اذا كان على الفصل اللي عملته فيا انا مسامحاك. بس انا مش مسامح روحي يا نعمت. طب انا هعمل لك ايه بقى؟ انا بحبك يا نعمت. انت اتجننت؟ ايه اللي بتقوله ده؟ ازاي تسمح لنفسك تقول لي كلام فارغ زي ده؟ اسمح لنفسي بايه يا نعمت؟ انا عملت كل اللي انا فيه دلوقتي عشانك انت. انا عمري في حياتي ما حبيت مخلوق زي ما حبيتك. حاولت اعرف لله. غيرك يا نعمت، احب غيرك ما قدرتش. ما صدقت لقيتك يا نعمت. اطلع بره. ايه؟ اطلع بره يا ندلي يا حقير. عيب يا نعمت، عيب. عيب؟ هو انت تعرف العيب؟ انت 1,000,000% مجنون. انت مش ممكن تكون بني ادم زي بقية البني ادمين. انت احط واحد في الدنيا. اطلع يا بره. نعمت بس. اطلع بره. طب اقول لك بس، اقول لك. هتقول لي ايه بس؟ انا مذهولة. حرام يا اخي، ده انت حرامي ولص. وبعدين عملت عملتك السودة وفضحتني وتسببت في طردي وتشريدي من بلدي. بعدين رجعت وخطبت اخت جوزي. بعدين جاي دلوقتي تقول لي مش عارف ايه. انت ايه جبلتك؟ ايه حيوان؟ انا يا نعمت زي العاجز اللي مش شايف الطريق قدامه كويس فبيلطش. معلش. طب ارحمني من تلطيشك. ارحمني يا نعمت بس ارجوك. بره بقى. اطلع بره الهي يخليك. اصل شوفي بس يا عم الله. طب انا ماشي بس اهدي. ايوه يا استاذ هانم، لا مؤاخذه، اصل كنت بغير الانبوبه وعملت القهوه للبيت. البيه مستعجل مش هيشرب القهوه. وصله على بره. حاضر. مساء الخير. اهلا، ازيك يا يوسف؟ اهلا، ازيك يا محمود بيه؟ كويس انك هنا. لا ده انا ماشي. الظاهر راجعه هتتاخر شويه. الله، ما انت قاعد يا يوسف. معلش انا هبقى اكلمها في التليفون. طيب مع السلامه. سعيده ست الكل. اهلا يا محمود. ايه مالك؟ وشك مخطوف كده ليه؟ لا ابدا، بس اصل تعبت قوي النهارده. كان لازم اوضب البيت كله. ما تبقيش تتعبي نفسك قوي كده يا نعمت، مش معقول. امال هقعد ساكته؟ اسمعي، ايه رايك اعزمك على العشاء بره؟ معلش انت تعبان. يا ستي لا تعبان ولا حاجه، وبعدين انت لما هتغيري جو هتبقي كويسه قوي. طيب اللي تشوفه. انت زعلتي يوسف ليه؟ افندم؟ يوسف زعلان منك قوي، وما كانش صح ابدا تتصرفي معاه كده. فيه ايه يا راجية؟ فهميني. يعني مش عارفه يا نعمت؟ مش واخده بالي. وهتفضلي لحد امتى مش واخده بالك؟ يا راجية من فضلك، انا قلت لك 100 مرة ما تكلمينيش باللهجة دي. ما تنسيش ان اكبر منك وان مرات اخوك. عال، ده احنا بقينا عال خالص. مرة تانية مش هقبل الاسلوب ده. انا استعملت معاكي كل الاساليب اللطيفة. ناقص بقى تبادلين انت الشعور بالشعور، ولا يبقى بلاش. خلصتي؟ ايوه خلصت، وعن اذنك. رايحه فين؟ اشوف ورايا ايه. طب مش عايزه تعرفي انت زعلتي يوسف ليه؟ لا مش عايزة اعرف. يا نعمة يوسف قال لي على كل حاجه. هات اللي عندك يا زمان